عنديش أي حاجة أخسرها. كل أسرتي ماتوا في الحرب، أطفالي ماتوا في الحرب، خسرت كل شيء في الحرب، أجعل أنا أخسر؟ السلام عليكم. أعتقد صاحبة هذه الصورة ما في واحد أو يمني إلا ويعرفها لأنها صاحبة نثرات. لكن اليوم سمية اللي هي طبعا اسمها سمية عملت نثرة تاريخية وبكل أسف، وقامت بقتل زوجة العاقل مع العلم بأن زوجة العاقل حامل وبكل أسف. تفاصيل هذه الحادثة تعالوا. حسب الأخبار التي وردت إلى الآن بأن كان في مشكلة ما بين العاقل وما بين سمية، وحصل بينهم أقسام شرطة وطلبات، وهذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا، اشتدت الأمور ومشتدة بينهم. فعشان هذا المشاكل اللي بينهم راحت زوجة العاقل إلى بيت سمية. فيبدو أن اللقاء هذا اللي كان بين زوجة العاقل وسمية كان هو اللي قسم ظهر البعير، زي ما يقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير. اشتد الكلام واشتدت المشكلة وانتهت بهذه الكارثة. فخلونا نسمع هذا الفيديو لسمية وبعدين تعالوا. ما عنديش أي حاجة أخسرها. كل أسرتي ماتوا في الحرب، أطفالي ماتوا في الحرب، خسرت كل شيء في الحرب، أجعل أنا أخسر؟ مثل ما سمعتوا سمية ما عندها شيء تخسره، يعني من الآخر مثل اللي يقول لك أنا بايعها وما يهمني أي شيء في هذا الأرض. وواضح دائما من فيديوهاتها اللي كانت تسويها والمقاطع اللي بتظهر فيها إنها إنسانة بايعة الحياة. وهذا الدليل، الفيديو هذا وكلامها دليل. شخص خاسر كل شيء في حياته، عياله، أهله، كل شيء، ما عنده شيء يخسره. فيجي لك شخص مثلا يكرهك في حياتك، أو أنه يسبب لك مشاكل، أو أنه يتحرش فيك بأي أشياء وأنت طالع وأنت رايح وأنت جاي وبيأذيك في حياتك. من الطبيعي جدا يحصل اللي يحصل. هذا مش تبرير لسمية، ولكن مش كل الناس تقدر تتحمل، مش كل الناس تقدر تصبر، مش كل الناس يصبروا على الضغوطات أو على المشاكل. هي خسرانة كل شيء، خسرانة كل شيء. إلى الآن ما في شيء واضح، لكن هذا تحليل شخصي لسمية ووضعها والوضع اللي وصلت إليه والكارثة الذي حصلت.